الدنيا كلها مثلها مثل أحدنا أدخل أصبعه في البحر الخضم في المحيط الأعظم. أصبعه لم ينغمس هو كله، لا، لم غمس أصبعا له. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، قدر الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة، إذا قورنت بالآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا من أعجب ما تسمعون. الدنيا كلها، الدنيا أنا لا أقصد دنياك أنت، الدنيا كلها. ولسنا نعلم ثريا ملك الدنيا كلها، لا نعلمه. أثرى الأثرياء لا نعلم من جاوز قارون في الثراء، ولا لا، في الثراء أغنى من قارون لا نعرفه، ولم يملك الدنيا كلها مثلها مثل أحدنا أدخل أصبعه في البحر الخضم في المحيط الأعظم. أصبعه لم ينغمس هو كله، لا، لم غمس أصبعا له، ثم أخرج تلك الأصبع. ما الذي تعلق بتلك الأصبع من الماء؟ الذي تعلق بأصبعه من الماء هذا هو الدنيا إذا قورنت إلى الآخرة، والآخرة هو ذاك البحر. وهذا الذي تعلق بذلك الأصبع ليست دنياك، الدنيا التي اشتركت فيها أنت وأنا وغيره الفقراء والأغنياء، الدنيا. فانظرنا هذا الآن، هذا الذي تعلق بإصبع، ما نصيبك منه؟ ما نصيبك منه؟ هذه الدنيا، وهذه الدنيا تباع لها الآخرة. يا عباد الله، من يصنع هذا عاقل. يعني ترضى بالذي يتعلق بأصبعك من الماء وتترك البحر الخضم لأجل هذه الذي هو والعدم سواء، هذا هو والعدم سواء، ما يبقى في الأصبع. لأجله تركب الفواحش، تقطع الأرحام، تقتحم الموبقات، يسخط الرب سبحانه لأجل هذه. لا يمكن أن يكون في هذا فعل عاقل بنفسه أبدا. يذكر أن محمدا أبا جعفر الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان يقول: هل لك من عيشك إلا لذة تزدلف بها إلى حمامك. عيشك ما هو عيشك؟ عيشك يعني دنياك، عيشك كل ما هو. هل لك من عيشك إلا لذة تزدلف بها إلى حمامك وتقربك من يومك. أي أكلة ليس معها غصص، وأي شربة ليس معها شرق. فتأمل لنفسك كأنك صرت الحبيب المفقود والخيال المخترم. أهل الدنيا أهل سفر، لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها. هناك يفتح المتاع، متاع السفر، جهاز السفر هناك يفتح، هناك يحل عقد جهاز المسافر. أهل الدنيا أهل سفر، لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها.
يذكر أهل الأدب أن هارون الرشيد رحمة الله عليه بنى قصره المشهور في أحسب إما في بغداد أو في سرة من رأى، ودعا إليه خواصه يحتفل معهم باكتمال قصره الذي هيئ لأنواع المسرات. ودخل عليه أبو العتاهية الشاعر المعروف، فقال له هارون الرشيد: صف ما نحن فيه من الدنيا. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هارون: أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية: يسعى لديك بما اشتهيت لدى الصباح وفي البكور. قال هارون: أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى رحمه أهل مجلسه. وقال الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد لأبي العتاهية: دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال هارون: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. من أجمل ما سمعت في الدعوة إلى التقلل من الدنيا وأن لا تلتبس بالقلب ما قاله الإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني رحمة الله عليه، يقول: إلى كم تماد في غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي، وترضى من العيش السعيد بعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة. أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة، أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة. ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي، لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي. إلى آخر كلامه الجميل جدا رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه أن يبصرنا بالدنيا، أن يعرفنا قدرها وأن نعرفها، أن يوفقنا إلى معرفته. هي بذلت لنا يعني الأمارات والبراهين والبينات بذلت لنا. كم من المصارع قد شهدنا وكان ماذا؟ كأنهم لم يكونوا أموالهم اقتسمت ودورهم عامرت ونساؤهم نكحت. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. أيها الناس، سألوا الله سبحانه أن يوفقكم لفعل الخير. ليست حسرة أعظم عند الإنسان من خير كان يصنعه فطن إلى قدرته عليه حين عجزه عنه. حسرة لا تفوت. أقدرك الله بغنى، أقدرك بصحة، أقدرك بأشياء من نعمه على أشياء من الخير، على أفعال ما كان أهونها عليك، ولكنك ما أتيتها وما صنعتها.
فلما صرت عاجزا عنها حينئذ فقط بدا لك ما كنت قادرا عليه من الخير. حسرة لا تفوت. نسأل الله سبحانه ألا يذيقنا هذه الحسرات. اغتنم 5 قبل 5. الحديث رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لأن هذه ال5 التي طلب منك أن تغتنمها قبل أن تجيء ال5 الأخرى. ال5 الأخرى هي 5 الحسرات، 5 الزفرات، تنهيدات بين الأضلع التي تدل على الندم على ما فات. وهي عاد تفضل يا سيدي.